الموند كرواسون والطعم مش عادي. تعالى اقول لكم ازاي بعمله باحلى واسرع واوفر طريقه، ومتاكده هيعجبكم ومتاكده هتعتمدوا الوصفه دي على طول. ولو اول مره بتشوفوني ما تنسوش تعملوا فولو وسبسكرايب للقناه. ويلا نبدا وصفتنا النهارده. اول حاجه في وصفتنا هنبدا بالكرواسون. جبت هنا حوالي 5 من الكرواسون، بفتحهم بالشكل ده. ما تفتحوهوش للاخر عشان الخليط بتاعنا ما يطلعش من بره. بفتحه بالشكل ده وكمان هرصه في الصينيه. بعد كده هسيبه على جنب. انا استخدمت 5 بس، ممكن طبعا نضاعف الكميات. هسيبه على جنب ومحضره هنا 1.25 كوب من اللوز المقشر. زي ما انتوا شايفين ده شكله. هفرمه فرم كويس، فرم ناعم لحد ما يبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ممكن بديل اللوز ده نستخدم دقيق اللوز، بس ده بيدي طعم احلى بكتير. بعد كده هضيف عليه نص كوبايه من السكر. ممكن نقلل السكر شويه لو احنا ما بنحبوش محلي قوي. هضيف عليهم 40 جرام بالظبط من الزبدة. الزبدة مهمة قوي تكون بدرجة حرارة الغرفة عشان تختلط كويس مع المكونات بتاعتنا. اكيد هنضيف رشة من الملح بتظبط كل حاجة، وبضاية واحدة بس هتمسك كل الخليط ده مع بعضه كويس. هنضيف نوع فانيليا يكون نوع كويس، وده برضو خطوة مهمة. لو مش متوفر ممكن رشة قرفة، ممكن كمان معاها رشة صغيرة قوي من الخل بتضيع ريحة اي البيض واي ريحة مش عاجباكم، بس اللوز بيبقى ريحته خطير. هقلبه كويس قوي بالسباتيلا عادي لحد ما نوصل للشكل والقوام اللي انتوا شايفينه ده. هو ده القوام المظبوط. كده خلاص الخليط بتاعنا جاهز نحشي بيه الكرواسون. انا هنا استخدمت زي ما قلت لكم 5 كرواسون. احشوه طبعا الكمية المناسبة ليكم. ممكن كمان يكفي من 7 ل8 لان انا حشيته كتير شوية. ممكن كمان نستخدم حوالي، ده الكرواسون كبير، ممكن نستخدم 10 صغيرين او اكتر كمان. زي ما قلت لكم الكمية دي كبيرة قوي. بعمل واحدة تانية معاكم. زي ما انتوا شايفين هو الكرواسون عشان فريش مفتوح كويس ومش مقطوع خالص، وبيدي ريحة حلوة قوي. بعد كده للتزيين بقى عشان يبقى زي بتاع المحلات بالظبط، هحط شوية كده من على الوش، وهوزعهم على نص الكرواسون من فوق، وهزينهم كمان بشوية من اللوز. هفردها كده طبقة خفيفة قوي عشان ما تتحرقش مننا في الفرن. وهزينه بشوية كده من اللوز اللي انا سايباهم على جنب. انا استخدمت كل توتال اللوز اللي انا استخدمته 1/4 كيلو بالظبط. بعد كده هدخله الفرن على درجة حرارة 180 الرف وسط. هياخد حوالي تلت ساعة، بالكتير 25 دقيقة، ويطلع هيكون مستوي من جوه واخد لون حلو جدا ومقرمش. وهو سخن اول ما يطلع هنرش عليه سكر البودرة. وبعد كده خلاص نسيبه يهدى شوية ويتقدم. وصفة سهلة وخطيرة ومنجزة واسهل بكتير من اي كرواسون هتشتروه من بره البيت. لازم تجربوها ومتأكدة هتحبوها وهتعجبكم.